What's your favorite drink? How often do you drink it? And who do you usually drink it with? دول الثلاث أسئلة اللي ببدأ بيهم السيشن بتاعت Guided Discovery في كورسات السلتا. لو أنا التيوتر اللي عليه السيشن بتاعت Guided Discovery، أنا هوريكم النهاردة وإن شاء الله في الهدية هتلاقوا جزء من السيشن دي موجود في الفولدر اللي فيه الهدية. What's your favorite drink؟ ده الليد ان بتاعي. دايما احنا بنتكلم على الليد ان هو يبقى هيومانيستيك ستيج، ما بندخلش في لينجويستيك ستيج في البدايه، ما بنبداش الكلاس لينجويستيكلي، لا احنا بنبدا الكلاس هيومانيستيكلي. انت بتشدهم كده ليك وبتجذبهم وبتشوف الانترست بتاعتهم وبتختار موضوع يكون يعني متعارف عليه وما يضايقهمش، يعني لازم يكونوا مستمتعين على قد ما تقدر. ما تختارش موضوع يقفلهم. فلو انت بتدرس للتينيجرز مثلا ما تجيبش موضوع عن الفتوحات التاريخيه، لا ده هو عايز حاجه لذيذه كده لطيفه عصريه، يعني حاجه في محيط اهتماماته. تمام. طيب واتس يور فيفورت درينك؟ كلنا عندنا مشروبنا المفضل، وكلنا عندنا الشخص المفضل اللي احنا بنشربه معاه، وكلنا عندنا يعني اوقات مفضله. فدي حاجه اعتقد كل الناس مشتركه فيها. ولما اسالهم السؤال ده ممكن طبعا ابدا اقول ايه الفيفورت درينك بتاعي وبشربه مع مين وقد ايه وكل قد ايه وهكذا، او اسالهم الثلاث اسئله دول وبخليهم يشتركوا كده يتكلموا مع بعض in pairs او in groups، كل واحد يعبر عن رايه في دقيقتين ثلاثه. يبقى احنا كده بدانا الكلاس هيومانيستيكلي. احنا النهارده بنتكلم على guided discovery. اول حلقه كانت عن presentation practice production، تاني حلقه كانت عن فاكرين situational presentation، تالت حلقه كانت عن text based presentation. الحلقه الرابعه النهارده هنتكلم عن guided discovery. وانا مش هقول لك ان ده فريم ورك، لا هو تويك بيحصل في الستيج الخاصه بالكلاريفيكيشن. يبقى تاني، الاب الروحي كان presentation practice production، الابن الشرعي الاول كان situational presentation. وده يعني في السيتويشن احنا قلنا بنستخدم فيجوالز عشان نعمل ليميتيشن للغه للاذر لانجويج. فاكرين كلمه اذر لانجويج اللي ظهرت في تكست بيست برزنتيشن؟ بيستخدم مع الليفلز القليله عشان ما نعرضهمش اللانجويج كتيره مختلفه عن اللي هندرسها فيتشتتوا او يقلقوا او يتخضوا. مش عايزين نعمل يعني يحصل اوفرويلمنج للستودنتس من اللغه اللي هتظهر، لا احنا عايزين يبقى الموضوع يبقى محدود بحيث ان اللغه اللي هتظهر تبقى يعني خلينا نقول هي التارجت لانجويج او الاستراكشر اللي هتتشرح، عشان ما نشتتهمش بحاجات كتيره محيطه طالما هم لسه في ليفلز قليله. وطبعا احنا نقدر نستخدم سيتويشنال برزنتيشن زي ما قلت مع ليفلز اعلى، حسب الوقت اللي عندك وحسب حاجات كتير وحسب الروح اللي في الكلاس، وانت المدير، انت اللي بتقرر وفقا لاحتياجات الطلبه. عشان ما ارجعش جامد للسيشنز اللي قبل كده، خلينا نموف اون لايه تاني. ببدا الكلاس هيومانيستيكلي، فعملنا الليد ان. بعد كده هنروح على حاجه مشابهه جدا 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 للابن الشرعي التاني اللي هو تكست بيست برزنتيشن. بنعمل اكسبوجر من خلال تكست. اتفقنا ان كلمه تكست في السلفه ممكن يبقى spoken text يعني بيسمعوه listening، يبقى الاكسبوجر ده ممكن يبقى الاوديو تراك listening، ممكن يبقى الباسج reading. text reading or listening، spoken text or written text، ده الاكسبوجر. تمام. يبقى احنا كده رحنا على الاكسبوجر. في اي اختلاف عن text based presentation لحد الان؟ لا، عملنا الليد ان، رحنا على الاكسبوجر وهوريكم التكست دلوقتي. طيب الاكسبوجر ده اتفقنا ان احنا ما نغلطش الغلطه الشهيره ان نديهم complicated reading task او complicated listening task، تبقى الدنيا لطيفه كده. وهنشوف ده. يعني هنديهم just task. طيب just task اللي انا اديتها لهم كانت عن ليه انا سالتهم اصلا عن what's your favorite drink؟ لان التكست عن كوكاكولا ونشأتها. اتمنى ان تكون كل الناس ما زالت، مش هقول مقاطعه، مستغنيين عن كوكاكولا واخواتها وكل حاجة بتساهم في المعركة دي ضد اخواتنا.
فهو التكست كده، والناس اللي خدت معايا سلتا او خدت سلتا مع لورا، انا ولورا بنعمل نفس السيشن دي. وانا اصلا دي السيشن اللي انا خدتها وانا متدرب سلتا في 2015. سبحان الله السيشن دي منتشره جدا، واعتقد اللي عملها ربنا يكرمه سمح للناس ان هي تستخدمها، وهتاخدوها هديه. هتاخدوا التكست بالماتيريال بالتاسك الجايدد ديسكفري تاسك نموذج عليها هديه، هتوصلكم يعني ان شاء الله. الناس اللي بتحضر لايف وبتشارك في السحب هياخدوا الهديه دي. طيب الجيست تاسك واديتهم كمان زي سبيسيفيك انفورميشن تاسك بعدها صغيره جدا جدا جدا، ده كان الاكسبوجر. الاكسبوجر ده بعمل من خلاله ان هم بيشوفوا التارجت لانجوج او الاستراكشر اللي هتتشرح بشكل ناتشرال، زي ما اتكلمنا في تكست بيست برزنتيشن بالظبط. عشان كده انا مسميه الحفيد. يبقى برزنتيشن براكتس برودكشن ده كان الاب الروحي، جاب ابنين لحد الان، ممكن يجيب ابن ثالث في الحلقات الجايه. الاب الروحي ده طبعا المسميات دي كلها من عندي عشان تساعدك تفتكر. الاب الروحي ده presentation practice production جاب ابنين. قلنا اول واحد كان situational presentation، تاني واحد text based presentation. ولما سالت ياسمين عن اقتراحاتها للحلقه الرابعه، لاسم الحلقه الرابعه، قالت لي يبقى الحفيد. text based presentation اتجوز، معرفش يعني فريم ورك هيتجوز ايه، بس يعني ده راي ياسمين. معلش. اتجوز وجاب guided discovery. في guided discovery مشابه تماما، انا ما بعتبروش فريم ورك، انا بعتبره text based presentation اتعمل فيه تويك في مرحله واحده، وهي مرحله الكلاريفيكيشن. مرحله الكلاريفيكيشن مختلفه عن text based presentation. مختلفه ازاي؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. فكده خلاص احنا اتفقنا ان احنا ماشيين نفس الخطوات زي text based presentation. الناس اللي اتفرجت على text based presentation يعني خلاص هم معانا. بحب احيي الفي اي بيز، جروب الفي اي بي كوميونتي، واتمنى كل اللي موجود طبعا يحط لي في اي بي 11 من الفي اي بي، مش اي حد يحط في اي بي 11، في اي بي كوميونتي بس. واتمنى وانتوا كده في اثناء الحلقه ما هي شغاله لايف، يعني كله يعمل هارتس، تمام؟ يعمل هارتس ويعمل شير عشان ما ينساش، لان ممكن تنسى وتبقى ما شاركتش في السحب بشكل صحيح. واتمنى الشير ده يعني يوصل لاكبر عدد من المدرسين، لان الكلام اللي بيتقال دلوقتي والكلام اللي بيتقال في مدرس انجليزي شاطر هو الكلام اللي بيتقال في كورس السلتا اللي عدى ال 40,000 جنيه، والفيرجن الاونلاين تقريبا وصلت ل 50 او عدت ال 50,000 دلوقتي. فيعني اتمنى ما تستخسروش الشير. ربنا يا رب يسعدكم ويجعل كل شير واي حد هيستفيد من الشير بتاعك في ميزان حسناتك. ف يعني دعم المحتوى الهادف اللي بيتابع عليه حقيقي بسيط قوي. هارت وشير بيفرق جدا جدا، وكومنت قول لي انت حضرت كام حلقه لحد الان من الموسم الرابع. حضرت كام حلقه؟ هل حضرت presentation practice production؟ يبقى كده حضرت حلقه. حضرت presentation practice production و situational presentation، حضرت حلقتين، اكتب لي حلقتين. حضرت الثلاثه، اكتب لي 3 حلقات ودي الرابعه في الكومنتس، خليني افرح بيك. طيب نرجع تاني. اتكلمنا على ليد ان، قلنا ده بيبقى هيومانيستك، مش عايزك ترش ده تارجت لانجوج ولا تزنق الطلبه في اي يعني linguistic stages ولا اي اسئله على اللانجوج. انت بتساله عن حياته، حاجه خاصه بيه، حاجه خاصه باصحابه، حاجه خاصه بحياته. what's your favorite drink. مشينا على التكست، وهوريكم التكست كمان دقائق. guided discovery لازقه في بعضها، وشيل الدي اللي في النص. guided discovery لازقه في بعضها، ونشيل منها الدي المكرر كانها كلمه واحده كده. طيب يبقى احنا كده بنتكلم على الستيجز. قبل ما اكمل لك بقيه الستيجز خليني اقول لك ان guided discovery ما هي الا عباره عن creating tasks، او انك بتاخد التاسكس دي من الكتاب لو هو مستخدم guided discovery. وفي الهديه النهارده في مجموعه نماذج لguided discovery tasks حامد قدمها زميلي العزيز سلتا تيوتر معايا في جامعه المستقبل، وهو منتشر شويه عالميا. يعني بيدي سلتا في سيدني، اي اتش سيدني، سلتا في اي اتش روم، في سبين، اوكسفورد تافل. هو دايما يعني لما بيجي الايميلات بتاعت كامبريدج هو بيفتحها وبيخش يعني بيدرس سلتا حول العالم بس اونلاين، قاعد جنبي. فهو قدم سيشن
خاصه بجايدد ديسكفري والفرق بينها وبين براكتس اكتيفيتيز في نايل تيسول 2024. السيشن دي كفيديو متصوره فيديو موجوده ضمن الهدايا. انا حاططها في بي دي اف فايل كده في اخر البي دي اف من تحت. طيب البي دي اف التاني هو حول البرزنتيشن اللي استخدمها في نايل تيسل لبي دي اف فايل. بي دي اف فايل هتلاقيه موجود برضو فين؟ في الفولدر بتاع الهدايا. يبقى احنا كده عندنا كام ايتم في فولدر الهدايا؟ اول حاجه البي دي اف الخاص بالورك شوب اللي حامد قدمها في نايل تيسل 2024، البي دي اف الخاص بخلاصه جايد ديسكفري وموجود فيها الفيديو الخاص بالسيشن او الورك شوب بتاعت حامد في اخر البي دي اف من تحت، لينك يوديك على اليوتيوب. الوورد فايل الخاص بجزء من السيشن جايدد ديسكفري اللي بتتقدم في كورسات السلتا. الناس اللي درست مع لورا سلتا او درست معايا وكان يعني لورا او انا عندنا الجايدد ديسكفري سيشن دي استخدمت، يعني مش هتبقى اول مره تشوفوها، دي متاخده من السلتا نفسها. طيب الفايل ده هيبقى وورد. الفايل الرابع بي دي اف في الاوتلاين الخاص بكورس سلتا بريباريشن ومواعيد كورس التافل. تمام، دول الاربع حاجات الموجودين في الفولدر بتاع الهديه. تاني guided discovery creating tasks that encourage students to generate their own discoveries and explanations. هم اللي بيجنريت الديسكفريز للستودنتس. طب انت دورك ايه هنا؟ انت دورك ان انت رقم واحد select appropriate tasks سواء من الكتاب او انت هتعمل لها ديزاين تبقى مركز ان هي هتساعدهم to discover the target language او the structure او the meaning and also the form. رقم 2 في دورك ان انت هتoffer appropriate instructions تبقى واضحة، تمام، وتبقى مناسبة. الحاجة الثالثة ان انت اثناء ما هم بيعملوا الجايدد ديسكفري تاسك you need to monitor effectively. ليه؟ لان بناء على المونيتورنج ده هتبقى عندك awareness، يعني you'll need to be aware whether to keep the guided discovery task going or to stop it and offer clarification. تمام؟ طيب you need to offer help if needed. طيب لو الهيلب اللي needed ده ما كانش كفايه، خلاص هم متلخبطين في الجايد ديسكفري تاسك ومش هيقدروا عليها، فانت وقف الجايد ديسكفري تاسك واقلب على طول، ارجع لتكست بيست برزنتيشن واعمل elicitation, concept checking, modeling and drilling and finally writing and highlighting the form and the phonological features on the board. الاربع خطوات بتوعنا. تمام؟ يبقى المونيتورنج دورك ان انت تبقى قادر تقرر اذا كنت تكمل الجايد ديسكفري تاسك ولا توقفها. طيب عشان الناس اللي بتسمع كلمه جايد ديسكفري لاول مره، عايزك تعمل ايه؟ تدخل على ملف الهدايا وتشوف نماذج لجايد ديسكفري تاسكس، وتدخل برضو على ملف البي دي اف تاني وتقرا الخلاصه بتاعت جايد ديسكفري وتوصل للسيشن بتاعت حامد وهو بيشرح ايه هي الجايد ديسكفري وبيدي امثله عليها اثناء الورك شوب. ده هيوضح لك الدنيا تماما. هيبقى لو انت عملت كل ده هيبقى كانك خدت ايه؟ كانك خدت السيشن دي في السلتا. يعني مدرس انجليزي شاطر مش بس هدفه ان احنا يعني ندردش شويه ونطلع لايف والناس تتجمع وهكذا، لا، هدفه ان انت تبقى معانا حتى لو انت لسه ما خدتش السلتا نفسها او ما خدتش تافل. ماشي؟ فالحاجات اللي بتيجي دي تذاكرها، والله هتفرق جامد جدا جدا معاك مع الشرح بتاع الحلقات. الهديه للناس اللي بتحضر اللايف، ولو انت بتتفرج على الحلقه دي مسجله تابع بقى السوشيال ميديا وتابع مدرس انجليزي شاطر على الواتساب، ابعت لساندي لو انت بتتفرج على الحاجات دي مسجله، لان كل فتره هي بتنزلها في الستوريز وهتنزل على اليوتيوب بعد سنه. يعني ان شاء الله لو انت بتشوفها على اليوتيوب ممكن تستخدم نفس الكود غالبا يعني، او تقرا الديسكريبشن بتاع الفيديو عشان تعرف هتعمل ايه. يبقى كده المدرس دوره، طبعا الجايد ديسكفري دي is really demanding on the teacher and on the students. يعني لازمها تيتشر يكون قوي ومحضر كويس وجاهز، وبرضه لازمها student يعني ثقافته كمتلقي اتغيرت لان هو بقى بيparticipate وبيجيت involved ويعني بيشارك interactively في الكلاس.
مش هينفع تستخدم جايدد ديسكفري لاول مره مع ناس مش فاهمين الكوميونيكاتيف ابروتش. في ناس بتطلع من السلطه زي كده، لما طلعت من السلطه في 2015 مخلص سلطه حاسس ان انا عالم طرق تدريس. ده كان احساسي ساعتها، انا عالم طرق تدريس من كتر المعلومات اللي انا خدتها. فرحت قمت مطبق الكوميونيكاتيف ابروتش على طول مع اول كلاس، ما كانش انجح حاجه، والناس ما اتبسطتش لان هم حسوا ان ايه ده، اشمعنى المدرس ده ما بيشرحش زي اللي قبله بيقف يشرح واحنا قاعدين بنستقبل. فهم لسه مش اخدين على ثقافه الانتر اكشن، لسه مش فاهمين طريقه التدريس الحديثه دي. عايزين المدرس يفضل يشرح، ولازم انت تقدم طرق التدريس الحديثه دي بشكل تدريجي عشان ما تصدمش الطلبه وهيخرجوا يشتكوك يقولوا المدرس ما ده قاعد يسالنا. طب هو لما قاعد يسالنا احنا جايين ليه؟ هو بيسالنا بس ليه؟ احنا عايزينه يشرح لنا. تمام. الناس اللي بتحضر النهارده اشتركوا في السحب. الناس اللي هتحضر الحلقه الرابعه والخامسه والسادسه والسابعه لازم تكون حاضر الاربع حلقات دول عشان تبقى اليجيبل لايه؟ ان انت تكسب كورس سيلتا بريباريشن او كورس التافل 120 ساعه. ماشي. فمعلش لو انت بتشوف الحلقه دي متاخر فاتك الموضوع ده. لازم الحضور يبقى لايف ومدرس انجليزي شاطر عشان تستفيد من كل الحاجات. Select appropriate tasks, offer appropriate instructions, monitor effectively, offer appropriate help when needed, be aware whether to keep the guided discovery task going or to stop it, and offer clarification, and you need to offer effective and appropriate feedback. وقلنا ان هي demanding على الطالب و demanding على المدرس، ولازم يكون محضر كويس. تمام؟ زي الفل. انا دلوقتي عايز اوريكم التكست. خلوني اقرب كده عشان هقلب الكاميرا تبصوا على ايه. انا عايزك بس تبقى متاكد ان جايدد ديسكفري دي بتساعد الستودنتس ان هم يكتشفوا بشكل، خليني اقراها لك كده بهدوء. يعني the teacher tasks and techniques will nudge. nudge ده الفيرب اللي استخدمه جيمس كريفنر في وصف اللي بيحصل. will nudge the students to discover the key points. بتساعدهم يعملوا ايه؟ noticing. بيبقى فيه زي تاسك كده قبل الجايد ديسكفري تاسك بتساعدهم ايه؟ ان هم they notice the structure. بنسميها noticing or awareness raising بالستراكشر الموجوده، عشان لما يدخلوا دي زي الاليسيتيشن كده بس بشكل بيعمل هايلايت على اللغه. تمام. فلما بيدخلوا على جايد ديسكفري تاسك بيبقوا قادرين. لا مش سري جدا ولا حاجه الكود، لا. هي انا اكتشفت ان الناس بتجري الحلقه عشان توصل لاخر 5 دقايق اللي بتقال فيهم الكود. ممكن ما بيتفرجوش عليها عشان ياخدوا الهدايا، بيجروا. لسه احنا عندنا ثقافه ايه؟ اجري الحق هات الهديه. طب الهديه من غير الشرح طب لازمتها ايه؟ يعني انت مستعجل ليه في حاجه مهمه زي دي؟ يعني ما نستعجلش في حاجه مهمه زي دي، نسمعها على رواقه كده وبهدوء. طيب noticing و awareness raising بعد كده بيدخلوا على guided discovery task. انا هقلب دلوقتي الكاميرا عشان اوريك السيشن اللي بتتعمل في السلطه. guided discovery دي بالظبط اللي انا بستخدمها انا ولورا. بنستخدمها فين؟ في كورس السلطه. انا اخدها اصلا من لورا في بدايه حياتي كسلطه تيوتر يعني. ولورا برضو بتاخد الليسون بلان بتاعتي بتديها كنموذج. ده حد كتب لي تعليق كده على السيشن اللي فاتت. الليسون بلان بتاعتي بتستخدمها كنموذج، هي شايفاها منظمه وشايفاها بتساعد الكانديديتس وهكذا. ف سلطه تيوترز الطيبين بيتبادلوا الماتيريال وبيتبادلوا الحاجات الحلوه عشان يساعدوا الكانديديتس اقصى مساعده. نورهان بتقول لي I took it with لورا. يعني وصلتك الليسون بلان بتاعتي يا نورهان؟ صح كده؟ ماشي. طيب guided discovery سلاش text based presentation، لان هي variation من ال text based presentation، تعتبر ابنه. يعني هو حفيد present practice production، حفيد presentation practice production. طيب التكست اهو، ودي just task. في ثلاث اختيارات اهو، يختاروا عنوان. اخواننا البعدة اوعوا تشربوا الحاجات دي.
احنا استغنينا عنها مش مقاطعينها، استغنينا. طيب اختيار عنوان ده اسهل جيست تاسك ممكن تديها للطلبه ما تاخدش وقت. طيب بعد كده اديتهم two sentences true and false. تمام كده هم لسه في مرحله الاكسبوجر. بعد كده بقى الجايدد ديسكفري تاسك نفسها. لو تلاحظ الفرق ما بين text based presentation هيتضح جدا جدا دلوقتي، هيتضح جدا جدا دلوقتي. خليني بس اعدل دي كده نمبر 1. دول جملتين متاخدين منين؟ من التكست. تمام. only 9 drinks a day were sold. The first factory was opened in 1895. الناس اللي حضرت سلطة معايا وخدوا جايدد ديسكفري سيشن معايا مش أول مرة يشوفوا الكلام ده. دول الجملتين اللي اتاخدوا من التكست. شايفين الأسئلة اللي تحت الجملتين دول؟ دي تعتبر الكونسبت تشيكينج كويستشنز بتاعة الباسيف. passive in the past. وانا بقى بعمل مونيتورنج، الطلبه بيجاوبوا الاسئله دي، انا المفروض بيبقى عندي وعي هل هم قادرين يجاوبوا ولا الدنيا صعبه. وطبعا مش لازم السي سي كيوز تتحط بالشكل ده. انتوا في البي دي اف اللي حامد مقدمه هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا الدنيا فيها كذا نموذج لكذا جايدد ديسكفري تاسك. الناس اللي خدت الهديه او الناس اللي هتاخد الهديه هيفرق معاكم قوي ان انتوا تفهموا اشكال الجايدد ديسكفري تاسكس. وكمان عايز اقول لكم على حاجه. حامد لما انا بتكلم معاه النهارده بقول له انا بستاذنه طبعا ان انا هستخدم الماتيريال بتاعته، قال لي انا كمان ممكن اعمل ويبينار عن نفس الموضوع للناس اللي ما حضرتش نايل تيسل. فبرضه هنبعت نوتيفيكيشن بميعاد الويبينار ده على جروب الاشعارات اللي هو مدرس انجليزي شاطر. ابعته لساندي لو انت مش منضم لجروب الواتساب مدرس انجليزي شاطر، ابعت لساندي خليها تضمك تمام للجروب. فهنا الطلبه وهم بيجاوبوا، انا مش عارف انتوا سامعيني ولا لا. لو الصوت كويس حد يقول لي، لان انا لفيت الكاميرا فمش عارف الدنيا في الصوت عامله ازاي. استاذنكم لو تاكدوا لي يعني. طب هيعمل ويبينار خاص بالموضوع ده. لو تلاحظ التاسك رقم 1 دي الهدف منها، مش عارف ليه بيعمل كده، الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان احنا to guide the students للفانكشن او للمعنى بتاع الباسيف واهم الاليمنتس اللي موجوده في المعنى بتاع الباسيف. بعد كده تاسك رقم 2 بنحاول نخليهم ياخدوا بالهم من الفورم. التاسك رقم 3 يعني اسم القاعده ايه. طبعا دي احد الاشكال، يعني دي احد اشكال الجايد ديسكفري تاسكس. ورقم 4 بيكتب الفورم بناء على التو سنتنسز اللي موجودين دول. فالتو سنتنسز دول بيعملوا جايدنج للستودنتس. الاسئله دي بتعمل جايدنس برضو للستودنتس ان هم يحولوا الاسئله يحولوا الجملتين لاكتف، بيعمل جايدنس للستودنتس. هنا بيعمل جايدنس للستودنتس تاني، هنا برضو بيعمل جايدنس للستودنتس للفورم. تمام كده الفورم بقت واضحه، المعنى بقى واضح. طب انا لو اكتشفت ان هم مش قادرين يجاوبوا الحاجات دي صح، المفروض انا اعمل ايه؟ المفروض هعمل ايه لو هم مش قادرين يجاوبوا معلش احطه على الستاند. لو لقيت الموضوع مربك وملخبطهم وفي كونفيوجن، طب افضل سايبهم بتعذبوا ونضيع وقت، ولا اوقف الجايد ديسكفري تاسك وابدا انا اعمل الكلاريفيكيشن بتاعي كده؟ عشان كده بقول effective monitoring. effective monitoring. الناس اللي لسه ما عملتش شير يعني اعمل شير عشان تبقى شاركت في السحب بشكل صحيح ويبقى في ميزان حسناتك لو حد استفاد من الكلام ده، حد لسه مش عارف ياخد سلطه او تافل. تمام. فاحنا كده خلينا نراجع تاني على الستيجز اللي انا قلتها لحد الان. عملنا ليد ان وقلنا ان هو بيبقى هيومانيستيك ستيج. بعد كده عملنا اكسبوجر. الاكسبوجر ده كان جينوين جيست تاسك وجينوين
specific information task او detail task بس قصيره وصغيره وما تاخدش وقت. ساعدتهم ان هم يعملوا noticing على التارجت لانجوج من غير ما نقول لهم today we are going to study the passive the passive voice. عارفين احنا المدرسين بتوع زمان كتر خيرهم، يعني هم كانوا بيحاولوا يساعدونا وساعدونا نجيب درجات. ما كانش همهم اللغه على قد ما كان همهم ان هم يساعدونا يحققوا الهدف بتاعنا وبتاع اهالينا عايزين درجات وكليه طب وكده. فده كان الهدف. فكانوا بيقول لك الباسيف بيتكون من كذا كذا كذا، ولما تشوف كذا حط كذا. كان الموضوع كله جرامر ترانزليشن ميثود. دلوقتي احنا بنتكلم في حاجات تانية، في فريم وركس تانية وابروتشز تانية. احنا قلنا جايد ديسكفري فاريشن جوه مرحله الكلاريفيكيشن فقط، هو اعتبره تكست بيست فريم ورك. والمدرس اللي عنده فلكسبيليتي واللي عنده وعي جامد يقدر يطوع الفريم وركس ويجرب مع الستودنتس تجريب مدروس. مش عايزه يجرب تجريب مش مدروس، يعني احنا مش بنجرب فيهم، لا احنا يلا نشوف كده لو خدنا element من guided discovery حطيناه على situational presentation. يعني انا قدمت لهم السيتويشن من خلال visuals وطلعنا الماركر سنتنس او الموديل سنتنس. ينفع اجرب guided discovery هنا واديهم التاسك يجربوا معاها؟ لا ده هم الليفل قليل، هتبقى صعب عليهم، لا بلاش اعمل كده. لا ده الليفل كويس، ممكن تيجي معاهم ويبقى في cognitive challenge كده ويبقوا عايزين وحابينها، طب اجرب وهكذا. لازم التجربه دي تبقى مبنيه على وعي، مش مبنيه على الله انا عرفت جايد ديسكفري يلا جربها على الستودنتس. انت مش هتعمل اللي انت عايزه، انت هتعمل المناسب للطلبه من خلال معلوماتك الكتير اللي انت بتحصلها. students needs لازم تبقى قدام عينك طول الوقت. تمام؟ طيب بعد ما عملنا الاكسبوجر واديناهم الجايد ديسكفري تاسك، اكسبوجر لتكست، احنا كده ما زلنا شبه تكست بيست برزنتيشن بالظبط. الجايد ديسكفري تاسك اتصممت بعنايه او اتاخدت من الكتاب بعنايه، لان في كتب بتستخدمها وهتلاقوها برضو موجوده في الاكزامبلز اللي حامد مديها في البي دي اف بتاع الهديه النهارده، او احد الهدايا، يعني احد الفايلز بتاعت الهدايا. تمام؟ فهو عمل ايه؟ ادانا مجموعه من الامثله ان احنا بنجايد الستودنتس ان هم يكتشفوا المعنى، يكتشفوا الفورم، واحنا بقى ممكن نعمل موديلنج اند دريلنج، وبعد كده نكتب الجمله الماركر سنتنس على البورد. والجايد ديسكفري دي usually with grammar used usually with grammar. ممكن يبقى في جايد ديسكفري في الفوكابولري، ممكن، بس محتاجه برضو تكون متصممه بعنايه رهيبه، لان الكتب معظمها بتديك تكست تيست تيتش تيست للفوكابولري، ما بيديش حاجه تانية. معظم الوقت يا تكست بيست، والاغلب بيبقى تيست تيتش تيست. تمام؟ فجايدد ديسكفري غالبا بتستخدم مع الفوكابولري، بس خلينا نقول برضو ان المدرس اللي عنده فلكسبيليتي يقدر يطوع اي تكنيك بشكل يناسب الطلبه، فممكن يبقى في جايدد ديسكفري مع الفوكابولري. ايه المشكله؟ وغالبا جايد ديسكفري مع الفوكابولري وجهه نظري هتبقى داخله في ريدنج سب سكيل او listening سب سكيل اسمها contextual guessing. فالcontextual guessing ده ممكن يبقى هو الجايد ديسكفري، فانت بتطوع الدنيا من خلال معلوماتك عشان تساعد الستودنتس. contextual guessing دي كنت اتكلمت عنها في سيشن قبل كده، ويبينار مجاني كنت عامله عن reading sub skills، بس للاسف ما كانش متسجل. يا رب يعني يدينا الوقت والصحه نعمله تاني ان شاء الله. يبقى احنا كده وصلنا للكلاريفيكيشن ستيج، ما اتعملتش بشكل illicit concept check model and drill and finally write، لا اتعملت بشكل guided discovery. بس لما جينا برضو نعمل modeling and drilling عشان الناس طلبة ينطقوا صح، اتعملت بشكل برضو شبه التكست بيست برزنتيشن بقى خلاص، وبعدين كتبناها على البورد وعملنا هايلايت للفونولوجيكال فيتشرز، وكده خلصنا مرحلة الكلاريفيكيشن. وقلت برضو ان لو الطلبة الدنيا عصلجت معاهم هعمل ايه؟ هوقف الجايد ديسكفري واديها بشكل زي اللي انا شرحته في تكست بيست برزنتيشن في الحلقه الثالثه. بعد كده بدي كنترول براكتس، بعد كده بدي فرير براكتس او سيمي كنترول براكتس على حسب المستوى بتاع الطلبه، او بدي الاثنين لو عندي وقت. فكل ما بندي براكتس كل ما بنفيد الطلبه اكتر، لان هو تقريبا معظم الطلبه في الوطن العربي درسوا اللغه، درسوا كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي بشكل باسيف ليرنينج، فهو عارفها يقدر يحلها.
بس يجي يستخدمها ما بيعرفش. فعشان كده مهم جدا 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 ان انا الكلاريفيكيشن ستيج بتاعتي تتعمل في وقت منطقي، والاكسبوجر ستيج تتعمل في وقت منطقي، عشان الحق اخليه يستخدمها، لان دي الحاجه اللي ناقصاه، دي الحاجه اللي هو جاي الكورس عندي عشانها. ما استخدمهاش، هو عارفها بس بيحطها على ورق وبيحطها في الامتحان وبيجيب درجات حلوه، بس هل استخدمها؟ هل قادر ينتجها؟ هل لو اتحط في موقف محتاج ينتجها فيه بينتجها صح ولا بينتجها غلط، ولا بيعمل لها افويدنس؟ لان في حاجه اسمها لانجوج افويدنس، ان هو يتجنب استخدامها ويحاول يعبر باللغه المحدوده اللي عنده. فالافويدنس ده بيحصل بسبب قله الثقه، وقله الثقه ناتجه عن قله البراكتس، لان المدرسين زمان شرح 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 ومفيش استخدام للي بتشرح ده، ومفيش انتاج ليه في الكلاس روم. فالفرير براكتس بيعمل انتاج للي بيحصل جوه الكلاس روم. بس دي كانت حلقه النهارده، جايدد ديسكفري، ليد ان، اكسبوجر، highlighting او noticing، guided discovery task، control practice، freer practice. دي الستيجز الخاصه بجايد ديسكفري، ومشابهه جدا 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 للتكست بيست برزنتيشن اللي هو يعتبر باباها، ومشابهه للبرزنتيشن براكتس برودكشن في اشياء اللي هو يعتبر جدها. فالحلقه النهارده الحفيد. قولوا لي عجبكم الاسم، لان ياسمين اللي اختارته مش انا اللي مختار الاسم ده المره دي. انا كنت هسميها الوريث او الابن الشرعي الثالث، يعني كنت هعملها اخو التكست، يعني تكست بيست برزنتيشن، يعني هيبقى اخوهم الثالث او الوريث. فمش عارف الاسم ده عجبكم ولا لا. ده اختيار ياسمين اللي هي اكاديميك اسيستنت، بتساعدني في الفي اي بي كوميونتي وكذا حاجه يعني، وهي اللي عملت الرسمه اللي انتوا شفتوها في الريل. الرسمه دي عجبتني جدا ونزلت في الريل. عجبكم الاسم؟ طب انا عايز اعاتبكم في حاجه. يعني الفيوز في الحلقه الرابعه، يعني احنا في الحلقه الاولى كنا 640، في الحلقه الثانيه كنا 620، في الحلقه الثالثه كنا 590. اعلى رقم. ما جبناش 600 في الحلقه الثالثه. في الحلقه الرابعه ما جبناش ال 500. ف بحس ان ده يعني نوعا ما قله تقدير للمجهود، يعني ان انتوا بتقولوا يعني الحلقات مش عاجباكم مثلا ولا ايه؟ محدش هيقول الكلام ده بالشكل ده. والهدايا نفسها يعني محدش عمل كده قبل كده، اللي هي من كورسات السلطة. الهدية بتاعت الحلقة الخامسة برضو هتبقى قوية جدا. احتمال الحلقة الخامسة تبقى يوم الخميس، احتمال الساعة 10:30. والحلقة السادسة برضو الهدية هتبقى قوية جدا جدا جدا. فايه؟ انتوا فين؟ والناس لا، انا ما بعاتبش اللي موجودين، انا بشكرهم. انا بعاتب الناس اللي هتتفرج على الحلقة بعد اللايف، اللي هم فوتوا على نفسهم دخول سحب سلتا بريباريشن، فوتوا على نفسهم الحصول على هدايا من جوه كورس السلتا اللي الناس كلها نفسها تاخده، وعمال يروح يسافر في سعره. فعاتب اللي موجودين ازاي بس؟ ايه يا عم سيد اللي بيقول ما تعاتبش الموجودين؟ يا سيد طيب، لا مش بعاتب اللي موجودين، بعاتب اللي هيشوفوها بعد ده انا بشكر اللي موجودين والله. فالشغل التعب ده حقيقي يا يويا. انا عندي ظروف والله، حاطط كل ظروفي على جنب عشان اعمل الحلقات بالشكل ده والله. انا كمان عندي ظروف، بس بتحدى الظروف عشان اعمل حاجة كده يعني تليق بالناس المجتهدة، وتفضل موجودة كده كصدقة جارية ان شاء الله يا رب تفضل موجودة. لا انا مش هقول الكود تاني يا منار. الكود اتقال بشكل مختلف المرة دي، لان الناس بتجري على اخر 5 دقايق في الحلقة دايما، ده اللي بلاحظه يعني. وبيجربوا اكواد غريبة. يعني شافوني عملت الكود في الحلقة الاولى الاختصار اللي هو بي بي بي، ده كان الكود بتاع الهدية، اللي طبعا بتبقى بتتشال تفعيلها بعد ما نبعت رابط الهدية او الفورم اللي فيه الهدية والسحب لكل الناس. كل الناس اللي بعتت الكود بيروح لها رابط الهدية والسحب. انا ما تزعلش مني لو انت نمت وما سجلتش، ما تزعلش مني لو بعت بعد الوقت. انا دايما بحب اقدر الناس اللي بتيجي على نفسها وبتيجي على ظروفها وبتقعد تحضر الحلقة لايف.
والناس اللي ما بتجريش الحلقة عشان تشوف الكود في آخر 5 دقايق بقوله، فأنا المرة دي مش هقوله في آخر الحلقة، أنا قلته في التلت الأولاني من الحلقة أو في نص الحلقة. بشكل أنت ارجع بقى للحلقة وركز كويس أنا قلت إيه، وهتبعته لساندي على رقم الواتساب _2. لو معاك قلم معلش هات القلم والورقة كده واكتب _2 0 3 وحيد 7 4 3 4 4 4 8. تمام. لا مفيش ظلم ولا حاجة، أنا لازم تقعد قدام الحلقة مركز قوي. ما سمعتش عشان كان التلفزيون عالي مثلا، ما سمعتش عشان حد نادى عليك وسبتني وقمت. فاحنا بنسمحش بده يحصل في كورس السلتا، كورس السلتا نفسه. وانا بعتبر الحلقة دي جزء من كورس السلتا بس بشكل يعني اكثر ودا. يعني حلقات مدرس انجليزي شاطر ودودة وطيبة، السلتا شريرة. انا اسف ان انا بقول عليها كده بس هي كورس شرير، بيخليك وبيخلي حتى التيوتر ماشيين على طراطيف صوابعهم طول الوقت ومشدودين واعصابهم تعبانه طول الوقت. ليه؟ كورس نجاح وسقوط. تبقى دافع الرقم الجبار ده ممكن لا قدر الله تقع عشان ما نفذتش الحاجات اللي التيوتر بيطلبها منك، اللي هي هتساعدك توصل للي كامبريدج عايزاه. فكله متوتر. انما مدرس انجليزي شاطر حلقات طيبه، وبرده سيلتا بريباريشن السيشنز فيه طيبه، مفيش نجاح وسقوط. في السيلتا لا، بس مينيمايز ديستراكشنز عشان تسمع. وعشان انا قلت يعني المره دي احاول اساعدك او مش اساعدك، ازقك ان انت تبقى سامع بتركيز رهيب، تركيز رهيب. فالكود اتقال، ارجع له تاني، هيتقال بشكل فزوره كده. وفي الحلقه برضو الخامسه هيتقال بشكل فزوره، مش هيتقال بشكل مباشر في اخر 5 دقايق، هيتقال بشكل فزوره كده. هتجمعها زي بازل هتجمعه. يعني انا قاعد بفكر من دلوقتي هديكوا الكود ازاي بتاع الحلقه الجايه، عشان انا عايزك تركز. انا مش هدفي ان انت تبقى اكاديميا شاطر بس، لا انا عايز اغير المايند سيت بتاع الديستراكشنز اللي حوالينا الكتير. انا في حاجه مهمه بتحصل وحاجه متعوب عليها بتحصل، يبقى اتعامل معاها بالقدر اللي فيه تركيز تستاهله، يعني الحلقه تستاهله. فاهم قصدي؟ محدش يغشش حد الكود بعد اذنك، معلش. طب الفوازير بتسلي يا ميادة صح ولا ايه؟ لا امسحي، امسح يا محمد، امسح يا محمد اللي انت حطيته ده يا محمد يا حبيبي. محمد يا خالد امسح الكود يا محمد. طيب ما انت قاعد من بدري ما ركزتش في اللي بيتقال يا ابو حميد. احمد عكاشه، يا احمد يا عكاشه انا قلته، ما ركزتش معايا. فقاعد من الاول بقى، قاعد من بدري. انت قاعد ازاي؟ قاعد منتبه ولا قاعد وخلاص اتفرج على نعمه الافوكاتو المسلسل دمه تقيل قوي؟ ايوه نسرين شرير شويه. امسح الكود يا محمد. ف آم، ربنا يخليك يا عبير، كلك ذوق والله. احنا ما بنقفلش الهديه، يعني انا ما بقفلش الهديه غير لما ساندي تبعت لي تقول لي انا ايه، انا بعت لكل الناس اللي بعتت. والله ما بقفلها. يعني انا بقول دايما نص ساعه بعد الحلقه، لا بتتساب ساعه واثنين وثلاثه، وساعات لما بيبقى الرسائل ضغطها كبير جدا بنسيبها لحد الساعه 4 الفجر. النهارده بمجرد ما نخلص كل الرسائل هقفلها على طول. لان حقيقي انت بس مش هتاخد هديه قيمه، لا انت بتدخل سحب على كورس من كورساتنا المسجله. يعني الكورس السحب النهارده على كورس هاو تو تيتش بي تي اي، وده احد الامتحانات الدوليه الشهيره يعني. طيب الحاجه الثالثه ان انت عشان تتاهل لكورس السحب بتاع كورس التفل والسحب بتاع كورس سلتا بريباريشن لازم تكون حاضر الحلقه الرابعه الخامسه السادسه السابعه. تمام. آه لا هي الهديه بمجرد ما انت بتبعت الكود بشكل صحيح لرقم ساندي على الواتساب اللي موجود، اللي انا هقوله تاني، هات ورقه وقلم واكتب رقم ساندي. بيجي لك الرد بشكل تلقائي او بيجي لك خلال ساعة من انتهاء الحلقة. واحنا برضو ما بنقفلش الهدية غير لما كل الناس اللي بعتت يوصل لها الهدية.
استأذن كل الناس الموجودين ما تبخلوش علينا بالشير، ما تبخلوش على زمايلكم بالشير، على الاقل يبقوا عرفوا ايه هي جايد ديسكفري، او عرفوا الفريم وركس اللي احنا بنتكلم عليها والتويك اللي حصل في جايد ديسكفري. ده مش فريم ورك، ده مجرد تويك حصل للكلاريفيكيشن ستيج. ما تبخلوش علينا بالشير، ما تبخلوش علينا باللايك والكومنت، عشان ده بيساعد الخوارزمية تشوف ان ده محتوى مهم فتوصله لناس اكبر. ما يبقاش المحتوى اللي بيوصل للناس مقاطع من مسلسلات، افيهات من الكبير، ناس بتغني وترقص. مش ده اللي يبقى المحتوى اللي منتشر. ساعدوا المحتوى المهم انه يوصل، ساعدوا صناع المحتوى المهم ان هم يتشجعوا يكملوا في ميزان حسناتكم. شكرا لنسرين. Thank you very much. Shared from the first moment. بشكر كل الناس اللي ما بتبخلش عليا بلايك او هارت وكومنت وشير. الحاجات دي بتفرق جدا جدا في نفسية اي حد بيتعب على المحتوى بتاعه. ماشي. وان شاء الله برضو هيتبعت على جروب الاشعارات مدرس انجليزي شاطر. اول ما حامد يقرر ميعاد الويبينار الخاص بجايد ديسكفري، هيعيد السيشن او الورك شوب اللي هو عملها في نايل كيسل، هيعيدها كويبينار. وان شاء الله كده اللي هيحضروا برضو يبقى عندهم فرصة يسألوا، ويبقى عندهم فرصة يتعلموا اكتر. ربنا يخليك يا منار. ثانك يو فيري ماتش. منار يسري بتقول لي كلنا في ظهرك يا مستر. روني ازيك، عامله ايه؟ ان شاء الله مش هتتقفل الهديه غير لما كل الناس يتبعت لها رابط الفورم اللي هياخدوا منه الهديه ويشتركوا بيه في السحب. اشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. والحلقه الخامسه يا هتبقى يوم الخميس الساعه 10:30، يا هتبقى الاسبوع الجاي، لان يوم الجمعه ويوم السبت الجايين عندي ايفنتس كده، افتراض جماعيه، مش هقدر اكون موجود لا الجمعه ولا السبت معاكم لايف. ماشي. هتبقى يوم الخميس. وطبعا بعلن برضو على جروب الاشعارات مدرس انجليزي شاطر، وبحط ستوريز، فيا ريت تحطوا البروفايل بتاعي في المفضله عشان ما تفوتكوش الحاجات دي. عشان تتاهل لكورس السلتا، السحب بتاع كورس السلتا بريباريشن وتفل، لازم تكون حاضر الحلقه الرابعه، الخامسه، السادسه، السابعه لايف. ماشي. ده غير الهدايا اللي بتتاخد مع الحضور لايف، ده غير السحوبات اللي على الكورسات المسجله. اشوفكم على خير، وشكرا لكل حد بيعمل شير، وشكرا لكل حد بيتفاعل مع المحتوى وبيسيب كومنت. واتمنى الناس اللي بتتفرج على الحلقه دي يقولوا لي اكتر فريم ورك عجبهم لحد الان وبداوا يطبقوه كان ايه. اكتر فريم ورك من الحاجات اللي اتقالت، ايه اكتر حاجه عجبتكم؟ انا قلت الكود بتاع الهديه في نص الحلقه بشكل، ما قلتش ان ده الكود، عشان اللي ما سمعش الحلقه من الاول وما كانش منصت يرجع تاني يسمعها من الاول بسرعه بسرعه، عشان الهديه هتقفل بمجرد ما بنبعت للناس، اللي بنخلص الناس كلها اللي بعتت. فاسمع كده هتلاقي حاجه اتقالت بره السياق بشكل مختلف and it didn't make sense. حاجه كده هتحط جنب حاجه وهيتشال منها حاجه. اشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين.